بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ نصلي على النبي كده عشان عندنا كلمتين عايزين نقولهم، ونبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاد الله عليكم باليمن والبركات وكل خير يا رب على أمة محمد جميعا. طبعا احنا عارفين ان في سوبر الأبطال هيتلعب في الإمارات من الفترة 23/12 ل 28/12 الجاي دوت على طول. الزمالك مش هيشارك في السوبر دوت بأي شكل من الأشكال. أول 3 فرق اتحددوا خلاص، وأول ماتش اتحدد. أول ماتش هيبقى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بطل الدوري وبطل كأس الرابطة. تاني ماتش هيبقى بين بيراميدز اللي هو وصيف الدوري وبين بطل كاس مصر. طب لو الزمالك كسب كاس مصر، للأسف برضه مش هيشارك، وهيشارك مكانه فرقة من اتنين، يا انبي يا اما فيوتشر. انبي لو وصل لنهائي كاس مصر كده يضمن ان هو وصيف الكاس، فهيشارك قدام بيراميدز. ما حصلش فكده اللي هيشارك رسمي فيوتشر باعتباره رابع الدوري المصري، وشكرا. بس تاني حاجة معانا، كولر بيفكر يريح الأساسيين يوم الجمعة قدام سان جورج في ماتش العودة. قال لك انا كسبان 3 واللعيبه مستريحه والدنيا تمام، فخلينا نجرب البودلة والناس اللي جايه من اصابات ونشوف الحكايات. تالت حاجه معانا واخر حاجه، عوده عمرو السولية للتدريبات الجماعيه في منتصف اكتوبر. عمرو السولية حاليا بيأدي البرنامج التأهيلي بتاعه للتعافي من إصابة الشد في العضلة الخلفية، ودي كان اتعرض لها في بداية التجهيزات للموسم الجديد. لو بتتابعني يوتيوب، لايك وسبسكرايب وكومنت. لو بتتابعني فيسبوك برضو فولو ولايك وشير وكومنت واللي عنده حاجة يقولها. قعدة لطيفة، جو لطيف، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص الصيف خلص، اشوفكم على خير في فقرة جديدة بكرة، ونتكلم ما قبل مباراة الأهلي وسان جورج وتوقعاتي كأهلاوي حابب لفريقه، بتمنى ايه اللي يحصل. تصبحوا على خير.